الدنيا جوه النادي الاهلي عامله زي الدنيا جوه ريال مدريد، ضرب وعجن في بعض، بس مش بين اللعيبه وبعضها. عندك مثلا الامور بتزداد سوء في الاهلي قوي والله، لان الاداره مستاءه جدا من ترب بعد كلامه عن الميركاتو اللي فات ان هو لبس ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ في ان هم السبب في ان هم ما جابلوش صفقات حلوه، وبيحملهم المسؤوليه عن بقيه الموسم للاهلي اصلا. في نفس الوقت اصلا وكلاء ترب بعد لما ياسين منصور اتكلم معاهم علشان يخففوا العقد، وان هو بدل لما يدفعوا له 3 أو 6 مليون دولار زي ما بيقولوا، ان هو بعد ماتش المصري يمشي ويجيبوا مدير فني تاني يقعدوه يتاقلم مع اللعيبه عشان الموسم الجديد، رفضوا كل حاجه من دي وقالوا احنا مش هناخد 4 شهور ولا حاجه، لا احنا عايزين قيمه العقد كامل. في نفس الوقت استياء كبير قوي 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 جوه النادي الاهلي من حسين الشحات. حسين الشحات طالب 50 مليون جنيه في الموسم وعقد لمده موسمين، يعني 100 مليون جنيه عشان يمشي. الاهلي عارض كام؟ الاهلي عارض 20 مليون بس. فالدنيا مش بخير خالص. وحسين الشحات بالنسبه لي يعني انا مش فاهم. حسين الشحات ده كلاعب قسما بالله لاعب عادي جدا بالنسبه لي، ولا ارقام ولا نيله. ده جايب في 8 سنين في الدوري مع الاهلي 39 جون. شوف كام ماتش لعبهم جايب فيهم 39 جون بس. فين يعني اللي انت بتعمله علشان تحسس نفسك بالقيمه دي؟ هو بيلعب ماتش او اتنين في الفلوس، هو موفق قدام الزمالك انه جاب 6 جوان بس جون في الزمالك، بس هو موفق فعلا قدام الزمالك. فهل كل لما يلعب له سنه وصل الزمالك يتشرط ويعمل الكلام ده؟ فدي غريبه يعني والله بالنسبه للاعب زي حسين الشحات، اصلا مهمش طول الموسم. في نفس الوقت لاعب زي احمد نبيل كوك طالب 40 مليون في الموسم من الاهلي. اهي دي غريبه فعلا قوي ان لاعب زي ده يطلب الرقم ده من الاهلي. دي غريبه جدا. انت ايه في الكوره عشان تطلب الرقم ده؟ يا اما يحترف بره. فالدنيا في الاهلي مش على ما يرام خالص. من ساعه لما ابننا البار اللي هو زيزو راح الاهلي والدنيا بايظه جدا في النادي الاهلي بصراحه. كل حاجه رايحه في اتجاه ان كل لاعب عايز 50 60 70 مليون. عمرو الجزار دلوقتي اصلا اللي جايب 60 مليون بيطلب ان هو يمشي عشان متهمش جامد ما بيلعبش خالص. ففي حاجات كتير قوي غريبه في النادي الاهلي. يعني انا كزملكاوي اتمنى لهم الاسوأ، بس مش الاسوأ للاعب ان هو يتعب، مش الاسوأ لاي حد. انا مبسوط جدا ان امام عاشور الحمد لله ما هو صليبي، والحمد لله ان هو هيرجع يلعب تاني عشان هيفيد المنتخب في كاس العالم اصلا، وكمان عشان هو في الاول وفي الاخر انسان ولاعب كوره، وانا ما اتمنالوش ان هو يتصاب. انا اتمنى الاهلي الاسوأ في البطولات، ان هو ما يحققش بطولات، ان هو يخسر من بيراميدز، يخسر من الزمالك، يخسر من اي حد. انما ما اتمناش للاعب او شخص بعينه السوء، لا ده انا ما بتمناهاش لحد والله. في نفس الوقت الزمالك خلاص خلصنا من الاهلي. الزمالك سافر الجزائر طبعا. ربنا يرحم والد محمد شحاته، ربنا يصبر محمد شحاته على اللي هو بيعيشه دلوقتي، لان هو اصلا مش عارف ينزل حتى يجي الجنازه بتاعت ابوه. ربنا يصبره يا رب. ربنا يا رب يكون في عونه، وزمايله طبعا لافين حواليه وبيهونوا عليه وبيتكلموا معاه. والله ربنا يرحم ابوه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. الواحد والله صعبان عليه محمد شحاته قوي، ان هو كان متعلق جدا بابوه في الكلام اللي كان بيقوله على التلفزيون في الصور بتاعتهم مع بعض. محمد شحاته لعيب راجل قوي، راجل من ده راجل بجد. شعوره اكيد يعني الوقت صعب ان ابوه توفى وهو بعيد عنه، وهو اصلا مش في مصر، الواد بره مصر وبعيد عن ابوه خالص. ربنا يرحمه، ربنا يغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب، ويصبر محمد شحاته ويصبر اهله كلهم على فراق ابوه. والله ان شاء الله اللعيبه تكون جنبه. مشاركته ومش مشاركته في الماتش ده لا تعنيني خالص والله. المهم حالته النفسيه، ان هو يفضل كويس على الاقل شويه عن اللي هو فيه دلوقتي. اللعيبه تبقى جنبه وتبقى بتعينه على اللي هو فيه، ده اهم حاجه. حسام عبد المجيد بدفعه معنويه كبيره قوي بعد اللي حصل من جمهور الزمالك، واخوه طلع اتكلم وقال ان حسام كان بيحتاج حاجه من دي من جمهور الزمالك، جمهور الزمالك اداها له. الاجواء في الزمالك على ما يرام. الزمالك طلب تحكيم اجنبي لماتش سيراميكا كمان في الدوري، ودي حاجه كبيره وجميله بالنسبه لي. وبعدين يعني انا عايز اتكلم على حاجه بقى في حته التحكيم دي، ان اولا انت كاهلاوي انت مالك ومالكش دعوه بان الزمالك يطلب او ما يطلبش تحكيم اجنبي، لان الزمالك شاف اللي حصل لبيراميدز في ماتش سيراميكا عامل ازاي، وزيك بيطلب تحكيم اجنبي قصاد فرقه رئيس ناديها اهلاوي، وادى هداف مروان عثمان للاهلي، وقال عينيا للنادي الاهلي، ومدربه اهلاوي وكان بيلعب في الاهلي ومرشح ان هو يدرب الاهلي السنه الجايه، فطبعا لازم يطلب تحكيم اجنبي، وطبعا هو عارف ان الماتش هيبقى صعب عليه. فالزمالك طلب تحكيم اجنبي، والحمد لله ان هو طلب تحكيم اجنبي.
وانت يا برطمان مالكش دعوه الزمالك طالب او مش طالب تحكيم اجنبي، لا انت مالكش فيه، مالكش حق تتكلم عليه اصلا. تمام. معسكر الزمالك يسود الود على فكره بين اللعيبه كلها مع بعضها ايد واحده، اللعيبه كلها مع بعضها نفسها في انها تحقق البطولتين، الدوري والكونفدراليه. اللعيبه كلها مع بعضها روحهم حلوه قوي، حتى اللعيبه اللي ادائها وحش اخر فتره زي ناصر منسي، اللعيبه كلها حواليه وبتتكلم معاه وبتأزره وبتشجعه على ان هو يرجع لمستواه وكده. حتى اصلا الجمهور الجزائري تشوف كلامه عن الجمهور بتاع الزمالك او عن فرقه الزمالك، بيقول لك احنا هم كسبوا واحنا الاثنين اخوات. قالوا خاوه كده بالظبط يعني. قالوا احنا الاثنين اخوات، مفيش ما بيننا ضغائن، مفيش ما بيننا اي حاجه وحشه، لا الجمهورين بيحبوا بعض، الجمهورين مع بعض في كل حاجه. فان شاء الله خير، ان شاء الله يبقى ماتش حلو تسود الروح الرياضيه ان شاء الله. كمان يا رب خوان بيزيرا يبقى موجود، حتى لو مش موجود اساسي يبقى على الدكه. انت شايف احنا من غيره بنبقى عاملين ازاي، بس ان شاء الله يكون موجود، ان شاء الله يكون جاهز للماتشين وماتش سيراميكا كمان. ان شاء الله خير، ان شاء الله ماتش يليق بنهائي قاري ما بين فرقتين اشقاء، الزمالك والاتحاد العاصمه، فرقتين كبار لا يليق بيهم اصلا ان هم يكونوا في الكونفدراليه، يليق النهائي ده يكون نهائي دوري ابطال اصلا. فخير ان شاء الله، ماتش هيبقى كويس ما بين الفرقتين. الروح بتاعت لعيبه الزمالك حلوه، الاجواء بتاعت نادي الزمالك حلوه دلوقتي، معلنا من ايقاف القيد، معلنا من اي حاجه، مفيش الا تركيز دلوقتي على الكونفدراليه وعلى النهائي ما بين الزمالك والاتحاد العاصمه. لاي حد هيكسب هنقول له مبروك فيهم، واي حد يخسر نقول له هارد لك، بس طبعا ان شاء الله بعون الله الزمالك هيكسب الماتش ده اهو. والله جمهور الزمالك مع اي جمهور تاني بره مصر بيتعامل معامله حلوه قوي، فهم دلوقتي بيردوا الجميل اللي احنا عملناه مع شباب بلوزداد، وان شاء الله احنا هنرد لهم الجميل لما يكونوا هنا في مصر، وهنعملهم معامله حلوه زي ما اتعاملنا قبل كده. ان شاء الله خير، ان شاء الله الزمالك بطل الدوري وبطل الكونفدراليه.